تعال أسألك سؤال نفكر فيه سوا مع بعض. هل ممكن توقعاتك عن نفسك تكون هي سبب فشلك أو نجاحك؟ أو كذلك توقعاتك عن الآخرين تكون هي السبب في الأشياء اللي انت بتشوفها منهم؟ تعال نشوف مع بعض كده. هل فاكر آخر مرة كنت داخل امتحان أو مقابلة شغل وكنت متأكد إنك هتغلط أو هتفشل وفعلا ده اللي حصل؟ ممكن تكون وقتها وقعت ضحية لأقوى خدعة نفسية، وهي النبوءة المحققة لذاتها. يعني ايه؟ الفكرة ببساطة انك لما تتوقع نتيجة معينة سواء كانت سلبية او ايجابية، عقلك بيبدأ يشتغل من غير ما تحس عشان يحقق التوقع ده. يعني لو مصدق ان انت هتفشل تبدأ تتوتر، فتقلق، فتتردد، وكل ده فعلا يخليك تفشل. الباحث روبرت ميرتون بيقول، وهو اول واحد استخدم المصطلح ده في الاربعينات، قال اننا ساعات بنخلق الواقع بايدينا عن طريق توقعاتنا عنه. في تجربة مشهورة اتعملت في المدارس، مجموعة مدرسين اتقال لهم ان في طلبة معينين دول عباقرة، مع ان الحقيقة انهم كانوا طلبة عاديين جدا. لكن اللي حصل ان بعد شهور الطلبة فعلا تفوقوا. ليه؟ لأن المدرسين عملوهم على إنهم فعلا عباقرة، فده حفزهم ورفع مستواهم جدا، وده اسمه تأثير بيجماليون. والعكس برضه صحيح، لو حد طول الوقت بيتقاله انت فاشل أو مش نافع، هيبدأ يصدق ده ويتصرف بناء عليه، وفعلا ممكن يفشل. ده بيحصل كمان في الشغل وفي العلاقات وفي الرياضة، حتى في صحتك. يعني مثلا لو انت مقتنع انك عمرك ما هتخس، هتبدأ تكسل ومش هتلتزم، وهيحصل فعلا اللي انت بتتوقعه. ولو شايف انك شخص مش اجتماعي، هتبدأ تبعد عن الناس وهتثبت ده لنفسك اكتر كل مرة. او لو انت متوقع من شخص مثلا خيانة معينة، او متوقع من شخص معين تصرفات سيئة، انت ممكن مع الوقت تبدأ تقعد تقوله كلام يخلق عنده الرغبة، او يخلق عنده التصرف السلبي، او يخلق عنده الخوف، وهكذا. ممكن الموضوع يبدأ يثبت لك فعلا الاشياء اللي انت كنت متوقعها. ده مش معناه ان التوقع لوحده هو السبب، ولكن التوقع جزء من أسباب الأشياء اللي بتحصل في شخصيتنا أو في حياتنا، أو توقعاتنا كذلك من الآخرين. الخلاصة هنا إيه؟ مش كل اللي بيحصل صدفة أو قدر، ساعات بيكون إحنا اللي بنبرمج عقلنا الباطن عليه واشتغلنا عليه لحد ما حققناه. لو عايز تغير النتيجة، غير النبوءة. ابدأ صدق في احتمالات إيجابية متنوعة، وافرض على مخك إنه يشتغل عليها، وساعتها ممكن تتفاجئ قد إيه الواقع ممكن يتغير بس بمجرد إن انت فعلا غيرت توقعاتك منه.